من توصل لسفرة إيران راح تجيك سؤالات هواية. مثلا أحتاج تأشيرة؟ أقدر أروح لإيران؟ شنو عواقب إيران؟ آمنة؟ خطرة؟ أكو قصف؟ أكو حرب؟ شنو راح يحجزوني؟ أكو مخالفات؟ إذا طبيت لإيران أقدر أروح مثلا لأمريكا، لبريطانيا، لأوروبا؟ وشلون أقدر أزورها؟ أصلا هي تستاهل الزيارة ولا لا؟ أكو سؤالات كثيرة عن إيران، لأن إيران بلد مجهول بالنسبة للعالم العربي ولأكثر الدول. فيعني عادي هذه السؤالات إذا تخطر ببالكم. فأنا راح أسوي سلسلة، يعني كم حلقة، وراح أشرح لكم اللي تقدرون تسافرون لإيران، إذا تقدرون وين تروحون، وش تسوون بإيران، وهل إيران آمنة وتستاهل زيارة ولا لا. فتابعوني ولا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا خلينا نبلش بالفيديو. أول شيء، أنتم فكرتوا وصممتوا اللي تجون لإيران. زين، أول سؤال، أحتاج تأشيرة؟ حاليا بسنة 2024 أكثر الدول العربية وبعض الدول أطراف إيران مثل روسيا وتركيا ما يحتاجون تأشيرة. يعني إذا أنتم عندكم جنسية من غير دولة، بس أكثر شيء الدول العربية ما تحتاج تأشيرة، وإذا تحتاج تأشيرة هم تأشيرة إلكترونية. يعني أنتم كافي تفوتون على الموقع وتسجلون وتاخذون التأشيرة بسهولة. بس شنو العواقب إذا أنا دخلت إيران؟ الحقيقة هي إيران دولة محظورة، ومثل أمريكا وبريطانيا وأكثر الدول الأوروبية إذا عندكم ختم فراح يصعبوها عليكم. بس الحل اللي إيران مسويتها، اللي أنتم ما راح يصير عندكم ختم من تفوتون بإيران، أو يختموا لكم على ورقة يعني غير عن الجواز مالتكم. فهذا الشيء لا يصير ببالكم وسهلة. تعالوا لإيران. لوين أكو طيران بإيران؟ إذا مثلا أنتم جايين من دبي، من مصر، من السعودية، من بحرين، من الدول المختلفة العربية، فأنتم تقدرون تروحون مستقيم. إذا من دبي تقدرون تروحون البندر عباس، تقدرون تروحون الطهران، تقدرون تروحون الأهواز، حتى المدينة عبدان، تقدرون تروحون المشهد. طهران هم قلتها ما أدري. وتقدرون تروحون يعني مكانات هواية طيران أكو. بس الطيران للعاصمة والبندر عباس والأهواز والمشهد هذا أرخص. فانتم اذا ردتوا تحجزون طياره حجزوها اكثر شيء للعاصمه، واذا انتم جايين من بلد غير فحسبوا حسابكم. بس اكثر شيء العاصمه هي ارخص، طهران. شنو هي تحضيرات وترتيبات قبل السفر الى ايران؟ شنو يكون ادري اللي اذا اجيت لايران ما راح اواجه مشكله؟ اول شيء، ايران الانترنت مالتها اكثر الاشياء بها محظوره بان. مثل شنو؟ المنصات التواصل الاجتماعي كلهن اخذوها من الواتساب، تليجرام، اخذوا اللاين، وي شات، انستغرام، يوتيوب، فيسبوك، حتى كوتش سيرفينج، حتى البوكينج دوت كوم. هذني محظورات. يعني انتم تحتاجون في بي ان، لو تشترون الفي بي ان وانتم ببلدكم، او تجون لايران وتاخذون الفي بي ان بسهوله. يعني حتى الناس هم ممكن تبيعكم الفي بي ان، اي براحه تقدرون تاخذون الفي بي ان. والانترنت، بالنسبه للانترنت
انتم تقدرون تاخذون سيم كارد اذا رحتوا للهوستل، اذا رحتوا البيت احد، يعني اذا اجرتوا بيت، واذا رحتوا للهوتيلات والهوستلات، هذني بيهن انترنت واي فاي، بس السرعه ضعيفه، الانترنت مو قويه، بس تمشي الامور. اذا انتم يوتيوبر او فلوجر، يعني تطول عندكم شويه على ما تسوون ابلود. بالنسبه للسيم كارد تقدرون تاخذوها من المطار، بس انصحكم اللي لا تاخذون من المطار، تعالوا للمدينه وين ما نزلتوا، وراح اكتب لكم بالوصف، وهسه راح اقول لكم اللي منين تاخذون واي شركات تعطيكم سيم كارد. اول شركه همراه اول هي مرتبطه بالدوله اكثرها معظمها يعني، فتقدرون تاخذون منها، والانترنت عندها مقبول. عندكم ايرانسل، عندكم رايتل، عندكم شاتل، عندكم ابتل، بس اكثر شيء الناس من يجون ياخذون ايرانسل، والسعر مالتها بسيط، كلش بسيط، يعني رخص التراب. ويعطوكم هم اكو باقات مختلفه، بس باقه لا حدود لا، ما بيها مثلا انليمتد، ما بيها، يعني يجوز هم يعطوكم انليمتد، ما ادري. بس اكثر شيء انتم تقدرون تاخذون 20 جيجا، تقدرون تاخذون 10 15 30 50، فتعطون الباس ويعطوكم السيم كارد وتركبوه هنا. بعض الاماكن، يعني بعض المدن اكو بيها 5G وقليل كلش، بس معظمهن 4G، وانتم تقدرون تستفادون منها، بس تحتاجون VPN اذا تردون مثلا تستفادون من الفيسبوك او من هذين الاشياء اللي قلت لكم اياها. هاي من الانترنت والVPN. السؤال راح يجي بموضوع الحجاب. الحجاب بإيران شلونه؟ يعني لازم مو لازم؟ بمخالفات هذه الحجاب اخيرا بايران شويه صار بخلافات وهاي بين الناس والدوله وكذا، بس انتم كسياح ماكو ضغط عليكم، بس اذا انت بنيه محجبه فيعني عادي طلعين من المطار وهاي انت وحجابك وتفترين وكذا، وتقدرين تلبسين هدوم ملونه ويعني مطرزه وهاي، تصورين على كيفك براحتك. واذا انت ما محجبه، خلي ببالك هذين الاشياء قبل لا تجين للمطار، يعني تردين تسوين تشيك اوت، ويعني تشيكون الجواز مالتك وهذا، فلازم تخلين على راسك شيء، مو حجاب كامل لا، عادي يعني تخلين بس فرد شيء سكارف، هاي تخلين على راسك، وتجين تسوين تشيك اوت وتطلعين. وبرا عادي، يعني اذا اكو على راسك ماكو على راسك، هاي هم راح نحكيها، هم راح اقولها شلون انتم بالمدن، يعني حسب المدينه. وهدوم مفتوحه مثل تاب وكذا وهذه لا تلبسين احسن. بالنسبه للهدوم، لبس هدوم محتشمه، يعني طويله وهاي رجليش لا يبينن، يعني مو تلبسين تنوره ولحد ركبك وهذه، لا خليهن طوال. من تفوتين لإيران، يعني تعبرين المطار والتشيك اوت وهذا، بعض المدن يصير تلبسين حسب ما يعجبك، وبعضهن لا، بس اكثر شيء حافظي، يعني عادي حافظي، وانت شوفي الناس شلون يلبسون ولبسي مثلهم. هاي البنات شلون يلبسن، واقرب شيء ذوقك والشيء اللي انت والستايلش لبسي. بالنسبه للشباب، احسن لا تلبسون الشورت وانتم جايين من المطار، احسن، يعني ما راح يقولوا لكم هذه وما ينبهوكم، بس شنو، خلوا ببالكم، يعني شنو، اول طابع لكم من تفوتون الدوله، خلوها تصير حلوه، يعني تجربه حلوه. لبسوا بنطلون كامل وبلوز عادي، يعني مو علاقات، بلوز عادي، وتعالوا فوتوا. تقدرون بعض الاماكن تلبسون الشورت، وبعض الاماكن لا، ما يصير،
بعد موضوع السكن بإيران، يعني أنتم تقدرون تدخلون إيران وبلا سكن وتفوتون وتدورون، وتقدرون قبلها تحجزون مكان المدة محدودة وبعدين تغيرون، يعني مدينة لمدينة، إذا جايين لوحدكم مو جايين تور أو يعني ويا فريق. وهذا إيران تقدرون تاخذون هوتيل، تقدرون تاخذون هوستل، تقدرون تعيشون ويا الناس، يعني تأجروا لكم غرفة أو تقدرون تأجروا لكم شقة بيت تأجرون هاي بالمدينة. وتقدرون تستعملون الكاوتش سيرفينج. الكاوتش سيرفينج هنا عادي ماشي والناس هم مرحبة. الأسعار كلش رخيصة، ما أقول لكم يعني بلاش ببلاش، بس شنو ما راح يأثر إذا أنتم ماشيين ومسافرين بمصاريف قليلة بادجت. أنتم إذا مثلا باك باكرز هيتش هايكرز وهذه فتمشي الأمور عندكم. بعض الأوقات الناس هم يعني يرحبون بكم ويقول لكم يدعوكم تعالوا لبيوتنا وفلان وهاي، عادي مو تخافون، يعني ثقافتهم مثل ثقافتنا احنا العرب، قريبة كلش، عندنا اشتراكات وهواية. راح يجي سؤال يمكن بذهنكم، اللي إيران شنو بيها؟ وين أروح؟ شو أسوي أصلا أنا جاي لإيران؟ شو أسوي؟ شو أشوف؟ إيران هاي فكروا بيها قبل لا تجون. إيران وحدة من أقدم البلاد بالعالم، يعني هي أقدم إمبراطورية وعندهم، يعني شوفوا بين النهرين وشوفوا إيران، قريبين كلش واحد على الثاني، ويمكن هم عندهم حضارات أقدم. إيران بها صحراء، بها بحر، بها ثلوج، بها جبال، بها وادي، بها حضارات وتاريخ. انتم شايفين المايا وقوم المايا، شايفين اهرامات مصر، بإيران هم اكو اهرامات، هن اهرامات زقورة يسموها، زيغورات. فاذا انتم من محبين الطبيعة إيران راح تبهركم، محبين التاريخ إيران هي القرار والمكان الصح اللي راح تشوفوه. تحبون الحضارات إيران، تحبون المأكولات إيران، تحبون الجبال عادي، تحبون اسكي موجود، تحبون تغوصون، تحبون تسبحون مثلا تردون تسبحون ويا الدلافين، يعني اكو موجود. إيران بلد ب4 فصول بلحظة واحدة، يعني انتم من الجنوب ترحون للشمال راح تشوفون 40 درجة وحر وشرجي وعرق وخبصة، وترحون للشمال شكو برد وثلوج يعني تكون ترتبون سفرتكم. أنا هنا على مود أساعدكم ترتبون السفرة بأي تاريخ، وين ترحون، شو تسوون، إذا عندكم مثلا وقت محدد كل فترة وين تجون، شو تسوون بيها. فإيران ما راح تتندمون من اختيارها. بهاي السلسلة أنا أحاول أساعدكم حتى تسهلون سفرتكم لإيران. إذا عندكم أي سؤال كتبوا لي بالتعليقات، تابعوني على الإنستغرام، وهناك هم سألوني حتى أسوي لكم فيديوهات مفيدة عن سؤالاتكم بالتحديد. ولا تنسون اللايك والاشتراك. أحاول كل يوم أنزل لكم فيديو جديد عن السفر إلى إيران. ما دامني بإيران وما مسافر فراح أحاول أساعدكم تسهلون سفرتكم إلى إيران.
اشوفكم في فيديو جديد، ولا تنسون نشر الفيديو. اذا عجبكم اكتبوا لي بالتعليقات.